لماذا ينبغي على الناس الآخرين الذين يدعونهم بالزنوج السفر لمسافة 10,000 ميل بعيدا عن وطنهم في أمريكا ليلقوا بالرصاص والقنابل على أناس أبرياء لم يضايقونا بتاتا؟ إنني أقول لهم مباشرة: لن أذهب. ليس هناك مسلمون سود، بل مسلمون فحسب. وفي الإسلام لا وجود للتمييز العرقي. وبالنسبة إلى الاعتراف بالدين الإسلامي في أمريكا، فأنا واثق أنه لو لم يكن معترفا به لما كان هناك 50 أو 60 مسجدا في الولايات المتحدة، كما أن لدينا مساجد في السجون الرئيسة في كل أنحاء البلاد. هل خدعك المسلمون السود؟ لا وجود للمسلمين السود، بل هناك مسلمون فحسب. اعتمدت اعتراضاته على الحرب على معتقداته الدينية، لكن كان صعبا فصل الحقوق المدنية والنزاع في فيتنام عن عدم أخلاقية الحرب. خدعنا الرجل الأبيض طيلة 400 عام في أمريكا، لكن الإسلام سواني وعلمني الحقيقة وأنقذ حياتي. لقد علمنا أليج محمد دين الإسلام، وأنا مستعد للتضحية بكل شيء من أجله. أما بالنسبة إلى خداعنا، فإن الوحيد الذي كان يفعل ذلك بي وبشعبي هو الرجل الأبيض.